كل الناس دايمًا عندها نفس السؤال ونفس الاستفسار، إيه هي أسرع طريقة أنا ممكن أعمل بيها فلوس أونلاين؟ مع إن السؤال ده أنا باكرهه جدًا، ولكن في الحلقة دي إن شاء الله هارُد لك على السؤال ده بكل التفاصيل، ولكن خلّي بالك إن الرد مش هيعجبك تمامًا، ولكن أنا هاعمل اللي عليَّ. فأهلًا وسهلًا بيك في حلقة جديدة من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والpersonal finance وحالتك المادية. أولًا تعالَ نتكلم على المفهوم أو الفكرة بتاعة أسرع طريقة للفلوس. كلنا نفسنا نعمل فلوس، وكلنا مستعجلين على فكرة إن إحنا نعمل فلوس، وده شخصيًا فكرة الاستعجال دي هي حاجة أصلًا بتنفي فكرة إن أنت عايز تعمل فلوس، لأن الفلوس واحدة من الحاجات الرئيسية اللي بتساعدك توصل لها هي الوقت، وأنت أصلًا بتحاول تلغي ده من الحسبة. قُل لي لأ حُط كده الوقت على جنب، أنا عايز أوصل بسرعة. فأنت أصلًا يعني ماشي في حسبة غلط، يعني الناس اللي ماشية في سكة السرعة عمرها ما بتوصل للفلوس. ومع ذلك تعالَ أصلًا نفهم ليه فكرة إن أنت مستعجل دي فكرة فاشلة وفكرة بتثبت إنك هتفشل. وهنتكلم في 3 نقاط بالضبط. أولًا، أنت جِبت منين فكرة إن الفلوس ينفع تتعمل بسرعة؟ أنت نِفْسك تعملها بسرعة، أهلًا وسهلًا ما فيش مشكلة، كُلّنا نِفْسنا في حاجات كتيرة جدًا، في شباب كتير نِفْسها تتجوّز وما بيتجوّزوش، في شباب كتير جدًا نِفْسها تعمل ملايين وما بيعملوش، في شباب نِفْسها تبقى لعيبة كورة ومش بيبقوا لعيبة كورة. وأنا مش جاي أحبطك، أنا بس جاي أقول لك إن فكرة إنك عايز حاجة مش معناها إن الحاجة دي حقيقية أو إن أنت تقدر تتمنّاها فتيجي لك لحد عندك، ده خيال واسع. وما فيش أي حد في الدنيا كُلّها عمل فلوس بسرعة، إلا لو ورثها هو بالصدفة، يعني خدها ورث أو سرقها، راح سرق بنك مرّة واحدة، أو في الأغلب قام خسرها كلّها مرّة واحدة. ولكن ما فيش طريقة إن حد عمل فلوس، حتى الشخص اللي إحنا بنتفرّج على السوشيال ميديا وبنشوفه إن هو مثلًا عمل application على الموبايل وكسّر الدنيا وباع الapplication ده لشركة كبيرة ب$12.000.000.، صدّقني دي مش أول application اشتغل عليه في حياته، هي القصة الحقيقية إن هو عمل 20 حاجة قبل كده وكلّهم فشلوا ودي اللي نجحت، فهو مركّز على دي في الدعاية بتاعته وده طبيعي. ولكن عمرك ما تفتكر إن في حد عمل فلوس بسرعة. تاني حاجة هنتكلم عنها إن فكرة إن أنت بتشوف ناس كتير على السوشيال ميديا بتبيّن إن هي بتعمل فلوس كتيرة، وبتبيّن إن هي بتعمل فلوس بسرعة، ده بوّظ لك الstandards بتاعتك. أنت بقيت شايف النهارده واحد منزّل فيديو بيقول لك أنا في شهر عملت نُص مليون جنيه مبيعات، فأنت بقيت بتقول طيب خلاص يبقى أنا الstandards بتاعتي أنا عايز أعمل نُص مليون جنيه مبيعات. ما هو الشباب بتعمل كده، ما هو الناس على السوشيال ميديا بتعمل كده. تاني هافكّرك إن الراجل ده ما عملهاش من أول مرّة، وإن الراجل ده قعد سنين ووقت كتير جدًا، أو الراجل ده بيكدب عليك أصلًا، يعني دي برضه مشكلة تالتة يعني. فهو فكرة إن أنت بتتفرّج على ناس بتعمل فلوس، مش معناها إن فعليًا في طريقة خاصة الناس بتقدر تعمل بيها ملايين أو فلوس سريعة في وقت قليل، وأنت بس محتاج تدوّر على الطريقة دي. فدي تاني مشكلة أصلًا موجودة. تالت مشكلة موجودة وهي في وجهة نظري بعد ما أنا مشيت في الموال ده، هي اللي أقنعتني في الآخر. أنت النهارده عندك كام سنة مثلًا؟ 18، 20، 25، 30، أكتر، أيًا كان. أنت قعدت عمرك ده، عدد السنين ده، قُل مثلًا أنت 20 سنة، قعدت 20 سنة بتبوّظ حالتك المادية، ولا مثقف ماليًا، ولا بتعمل فلوس، ولا بتحوّش فلوس، ولا بتصرف عِدِل، ولا بتفتح business، ولا بتسعى في أي حاجة خالص. فأنت قعدت 20 سنة بتبوّظ حالتك المادية. جاي دلوقتي بتقول لي أنا عايز أعمل فلوس بسرعة؟ ما هو أنت زي ما قعدت 20 سنة بتبوّظ، اقعد 20 سنة بتحاول تضبّط حالتك المادية. هنا بقى هييجي مشكلة إنه إيه ده، هو أنت عايزني أقعد 20 سنة على ما أوصل للملايين؟ ده كتير جدًا. يا حبيبي ما هو الحياة كده، ما هو أنت أولًا ليه بوّظت في كتير؟ دي مشكلة، أنت كان المفروض تبدأ من بدري، ما بدأتش من بدري مش مشكلة. الميزة اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها لنا إن عدد السنين علشان تبوّظ أي حاجة بتكون أكتر بكتير من عدد السنين اللي أنت محتاجها علشان تصلّح الحاجة دي. المثال هنا هو الgym. أنت ممكن تقعد 20 سنة بتاكل غلط ومش بتتمرّن ومش بتتحرّك وعمّال تتخن، وفي ال20 سنة دول أنت ممكن تتخن بتاع 100 كيلو في 20 سنة. وأنت ممكن بعد كده تواظب وتعمل nutrition plan وتروح لمدرب شاطر جدًا وتتمرّن كل يوم، وفي خلال سنة واحدة تخس مثلًا يا سيدي من 30 ل50 كيلو على حسب يعني جسم كل بني آدم. يعني أنت قعدت في 20 سنة زدت 100 كيلو وفي سنة واحدة نقصت 50 منهم،
هي دي حكمة ربنا، ودي يعني من أحلى الحاجات اللي في الدنيا. فأنت فعليًا لو قعدت 20 سنة بتبوظ حالتك المادية، أنت ممكن تصلّح الموضوع ده في 3، 4، 5 سنين، ولكن مش معناها إنه تقدر تصلّحه في شهر، شهرين، ده مش شيء طبيعي ولا سَوِي ولا عمره بيشتغل تمامًا. فدي كده خلاص فكرة إنك تعمل فلوس بسرعة، لو أنت بتفكر فيها فعليًا، فأنت هتفشل فيها وعمرك ما هتعمل فلوس ولا بسرعة ولا بالراحة. فنخش بقى على الأمر الواقع. الأمر الواقع إن الفلوس محتاجة وقت. زي ما قُلنا الequation بتاعة الفلوس عامةً، لمّا نقول الفلوس عبارة عن إيه، عبارة عن شغل مضروب في وقت. ما ينفعش يبقى في طيب بُص أنا مش مهم الوقت، فهازوّد الشغل أوي، أوي، أوي. أي نعم أنت لو زوّدت فعلًا شغلك، طبيعي الوقت هيقل عشان المعادلة تبقى متساوية، ولكن مش هتوصل لمرحلة إن الوقت خلاص مش موجود خالص، ولا هتوصل لمرحلة إن الوقت ده خلاص يعني بقى أسبوع، أسبوعين، يوم، يومين، لأ. الشغل دايمًا مهما زوّدته، الوقت برضه موجود وهيزيد طالما أنت عايز تعمل فلوس. فالreality بتاعة الموضوع، الأمر الواقع، أنت محتاج وقت كتير علشان تعمل فلوس. طيب أنا بقى مش جاي أقفل لك الحلقة هنا وأقرفك وأضايقك، لأ، إحنا جايين النهارده نتكلم على 4 طرق يُصنّفوا إن هم أسرع 4 طرق تعمل فلوس. ما قُلناش سهلين، ما قُلناش مش محتاجين شغل، قُلنا أسرع طرق، وما قُلناش إن هم صُراع، لإن برضه كلمة سريع حاجة نسبية. يعني باقول لك هم أسرع طرق، ممكن الطريقة دي بتاخد سنة، هتقول لي إيه ده سنة ده بطيء أوي، هاقول لك دي حاجة نسبية. أنت بالنسبة لكل الطرق اللي بتعمل فلوس، كل الطرق مثلًا بتاخد 20 سنة ودي طريقة بتاخد سنة، فهي أسرع طريقة. كون إنها بطيئة بالنسبة لك دي مشكلة عندك أنت محتاج تعالجها، ومش مهم ده. تعالَ نخش في أول طريقة هنتكلم عنها، وهي للأسف الوظيفة. الوظيفة من أسهل وأسرع الحاجات اللي بتجيب لك فلوس. ليه؟ لإن أنت عارف يقينًا بنسبة 99% إن أنت بعد 30 يوم بالضبط هتقبض أول مرتب ليك. فدايمًا لمّا حد بيقول لي أنا مزنوق وعندي دين وكمان شهر أو شهرين لازم أسدده ومش عارف إيه، إيه أسرع طريقة أعمل فلوس؟ أسرع طريقة تعمل فلوس إن أنت تنزل تجيب وظيفة. أي حد بيشتغل عارف إن هو في آخر الشهر هيقبض المرتب بتاعه. طبعًا أنا ليه قُلت 99%؟ لإن أنت ممكن تطرد من الشغل، أنت ممكن تموت، ممكن الشركة تتقفل، يعني في حاجات خارج عن إرادتنا ممكن تحصل، ولكن يقينًا كل الناس اللي بتشتغل بعد 30 يوم أو بعد شهر بتقبض أول مرتب ليها. فأسرع طريقة للفلوس اللي هي تعتبر 30 يوم، في بعض الأحيان بتكون 25 يوم، هي إنك تنزل تجيب وظيفة. طبعًا إيه ميزة الوظيفة؟ إن إحنا الrisk فيها قليل جدًا، جدًا، جدًا. أنت ضامن إنك هتقبض، أنت هتقعد 30 يوم بس، وهي guaranteed. يعني أنت ما فيش حاجة تحصل تخلّيك ما تقبضش، حتى لو اتخصم منك مثلًا لأي أسباب، أنت برضه هتاخد مبلغ في الأول والآخر. حتى لو دخلت في نُص الشهر واشتغلت 15 يوم، بيقبضوك ال15 يوم، مش هتستنى 45 يوم ولا حاجة. فهي بتبقى طريقة حلوة ومضمونة جدًا. خُش على تاني طريقة عندنا، وهي معتمدة على إن أنت تكون بتقدّم خدمة أو علم، بتقدّم حاجة بنفسك يعني، أو حتى منتج مش مشكلة، وتقدّمها للدايرة بتاعتك. ودي من أكتر الطرق اللي أنا باروّج ليها، ومن أكتر الطرق اللي أنا علّمتها ناس، ومن خلالها الناس قدرت تجيب فلوس، وفي الأغلب هتعمل فلوس في 24 ساعة ل48 ساعة، في حالات ممكن تبقى في أسبوع، في حالات ممكن تبقى شهر. الطريقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنت عندك حاجة أنت بتبيعها للناس، ممكن تكون منتج مثلًا أنت بتصنّعه في البيت، حاجة مثلًا accessories handmade مثلًا، والّا حتى بتطبخ، ما فيش أي مشكلة، بتعمل كيكة أو حاجة كده، أو مثلًا بتقدّم خدمة graphic designer، video editor، مش عارف إيه، أو بتدّي كورسات في حاجة أو استشارات في حاجة. هتخش عندك على السوشيال ميديا دلوقتي حالًا، هتنزّل status، هتنزّل story، هتكتب post أيًا كان، وتقول لكل الناس صحابك اللي على حسابك الشخصي بتاعك، الناس اللي عاملة لك follow، هتقول لهم يا جماعة أنا باقدّم الخدمة الفلانية، يا جماعة أنا بابيع الكيكة الفلانية، يا جماعة أنا باصنّع الحاجة الفلانية، أيًا كان، وأنا باقدّم الحاجة دي ليكم، عايز أقدّمها ليكم أنتم في الأول، أجرّب فيكم بسعر رمزي أو سعر مميز. لو فضلت تواظب وتعمل كده يوميًا، أوعدك أصلًا من أول يوم في ناس هتكلمك. لو ما حدش كلمك أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، لحد أسبوعين هتفضل تعمل كده يوميًا. وعملنا الموضوع ده مع ناس كتير جدًا وكلّهم جابوا شغل، وأنا عملته مع نفسي وجِبت شغل كتير أوي في مجرد 48 ساعة بس. فعشان كده الطريقة إن أنت تعتمد على الدايرة اللي حواليك، أنت دايمًا مخّك بيقول لك إن الناس دي مش عايزة الحاجات دي، إيه العلاقة يعني؟ وفي نفس الوقت أنت طبعًا مكسوف تعمل كده، ودي مشكلة عندك. طالما أنت مكسوف ما تقولش عايز أعمل فلوس بسرعة، عايز تعمل فلوس بسرعة اعمل أي حاجة. وإحنا كمان بنتكلم في شغل يعني حلال، بتشتغل بتتعب بقى عشان تشتغل ومش عارف إيه. فإنك تعتمد على الدايرة بتاعتك وتنزل تسوّق داخل الدايرة بتاعتك من خلال استخدام السوشيال ميديا حتى ولا أي حاجة تانية، ده من أسرع الطرق اللي تجيب لك فلوس، وكمان أسرع من الوظيفة. لإن أنت ممكن في خلال يومين حد يطلب منك أنا عايز استشارة في الحاجة دي،
الحاجه اللي انت شاطر فيها، تقول له سعر رمزي وهتعمل مبلغ. طبعا العيب ان في الاغلب السعر الرمزي ده معناه ان انت ممكن تعمل فلوس اقل من اللي انت كنت متوقعها، ولكن هي اسرع طريقه للفلوس ومن حقك تسعر زي ما انت عايز. نخش على الطريقه الثالثه اللي موجوده عندنا، وهي حاجه اسمها الفليبنج. كنت عملت عليها فيديو زمان على قناتي التانية بتاعت يوتيوب، وهي فكرتها بكل بساطه، انا دخلت على الفيسبوك ماركت بليس، لقيت مش فاكر كان ايه حاجه اللي لقيتها ساعتها، يعني كان مش عارف باور بانك مثلا ولا كان ام بي 3 مش فاكر يعني، والله كانت حاجه كده جهاز كهربائي يعني اي نوع، او شاحن سامسونج حاجه كده. والراجل كان بيبيع الشاحن ده مش فاكر مثلا ب 200 جنيه كمثال يعني. وانا لقيت ان الشاحن ده في ناس تانية بتبيعه ب 300 و 350 وهكذا، والشاحن عليه طلب. فانا قمت رحت اشتريت الشاحن ده من الراجل ب 200 جنيه، فصرفت 200 جنيه، وده اول عيب ان انت محتاج راس مال بسيط طبعا جدا بس محتاجه. وبعد كده نزلت بوست على او ال اكس، ونزلت بوست على الفيسبوك ماركت بليس برضو بنفس المنتج بنفس المواصفات بالصور بكل حاجه، وفي حالات معينه بنعدل يعني نخلي الصور شكلها احسن، وبنخلي الوصف شكله احسن بكتير، واسم المنتج شكله احسن بكتير عشان نزود فرص المبيعات، وبننزله على الماركت بليس بسعر اغلى شويه. فانا اشتريته ب 200 نزلته مثلا ب 300. فقمت في خلال بالظبط تقريبا 24 ساعه بعت المنتج ده. واحد جالي وقال لي انا عايزه، رحت قابلته وبعته له على طول، ما قلت مش هفكر اصلا، خدت 300 جنيه. فانا كده قدرت اعمل 100 جنيه في وقت قياسي جدا رمزي جدا يعني. طيب ايه المميزات وايه العيوب؟ المميزات ان الموضوع فعلا بيشتغل، الموضوع مش محتاج منك اي مهاره ولا اي حاجه، محتاج بس مجهود انك تروح تشتري وتبيع بس كده. والعيوب اللي فيه طبعا ان انت محتاج راس مال في الاول علشان تشتري الحاجه الاولى اللي انت هتعمل لها فليبنج. والحاجه التانية ان ممكن تكون المكاسب في الاول مش مغريه، يعني انا عملت 100 جنيه في الحوار ده كله، ايه ده ايه اللازمه؟ ولكن لما فضلت مكمل الموضوع ده وصلنا ان احنا اشترينا بلاي ستيشن، لو انا فاكر هي سعرها الرسمي في السوق 24000 جنيه، كان في حد بيبيعها ب 18000 جنيه، رحنا اشتريناها ب 18000 وبعناها بتقريبا 23000، فبدانا نعمل مكاسب اكبر شويه يعني. فدي كانت من المميزات، ان مع الوقت طبعا لو اتفرجت على اجانب هتلاقي ناس بره عايشين على ده بيعملوا 4000 و5000 دولار في الشهر بس من فكره الفليبنج. دي من احسن الطرق السريعه جدا اللي معتمده بس على ان انت تبقى سريع وحركي وراح تجيب الحاجه وترجع الحاجه ومش عارف ايه، فهي طريقه. ونخش على الطريقه الرابعه والاخيره، ودي طريقه مش هتعجب اي حد، وهي انك تبيع اي حاجه. طالما انت مزنوق بيع اي حاجه. صدقني لو احنا قعدنا ندور في بيوتنا كلنا هنلاقي حاجات كتيره جدا ممكن نبيعها، ممكن نعمل منها فلوس. احنا ممكن حاسين ان محدش هيشتريها، بس صدقني دايما في حد هيشتريها. الفكره في البيع عامه وحتى في حته الفليبنج، ان انت ما تبيعش الحاجه بحالتها اللي موجوده بيها حاليا، ان انت تحسن الحاله بتاعتها وبعد كده تبيعها. احنا طبعا ما بنعملش ده، بنشوف مثلا جزمه قديمه عندنا فنقول يا عم دي قديمه جدا، مع العلم ان انا ممكن اروح اظبطها، ممكن اغسلها، ممكن اشتري لها حاجه مثلا واقع منها، ممكن اروح لخياط يظبط اي حاجه فيها يعني، ممكن نعمل اي حاجه، مش خياط قصدي جزمجي يعني، يعمل اي حاجه فيها. فاحنا نقدر نعمل ده، احنا بس ما بنفكرش بالطريقه دي، وبنحس ان احنا لو بعنا حاجه فاحنا كده بنقل بنفسنا لسبب ما اعرفش ايه هو. ولكن فعليا دي واحده من اسرع الطرق، انت دلوقتي حالا النهارده هتحصل فلوس. فطبعا انك تبيع كل حاجه عندك او اي حاجه عندك ليها قيمه معينه، حتى بالذات لو حاجه انت بقالك سنين ما بتستخدمهاش، دي طبعا من اكتر واحسن الطرق اللي تقدر تعمل بيها فلوس سريعه جدا. واخر حاجه عايز اختم بيها الفيديو ده، هي الجمله اللي في ناس كتيره جدا ممكن تكتبها في الكومنتات، وهي فكره بس يا وائل انت بتقول مفيش حد بيعمل فلوس سريعه، ولكن انا شفت واحد بيقول ان هو عمل فلوس سريعه، انا شفت واحد فعلا عمل فكره وضربت معاه وجاب مليون جنيه مش عارف ايه وكده. بنسبه كبيره جدا الناس دي مش صادقين، بنسبه كبيره جدا الرقم ده بيكون مبيعات مش ارباح في جيبه. يعني الناس اللي بتطلع وبتقول والله انا عملت مبيعات للبراند بتاعي بمليون جنيه، تمام مش مشكله، بس دي مبيعات انت مش عارف هو مكلفه كام الموضوع ده. فمش عايزك تصدق اي حاجه، ومش عايزه تبقى الستاندرز بتاعتك، وعايزك تفهم انك مفروض تسعى وتحط مجهود ووقت في الحاجه، وهي لوحدها بعد كده هتجيب لك فلوس. ولو ربنا راضي عنك يا سيدي هيسرع لك الفلوس وهينجح لك الفكره بتاعتك، وان شاء الله تعمل فلوس بدري. وهي دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون استفدت من الموضوع ده وفهمته كويس قوي. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب ولايك وتكتب كومنت يا ريت، وتعمل شير علشان تساعد البودكاست ده ان هو ينتشر اكتر ويفيد ناس اكتر. ولو عندك فكره موضوع معينه عايز نتكلم عنها يا ريت تكتبها في الكومنتات تحت، واشوفكم في الحلقه اللي جايه.